طيب هنتكلم دلوقتي على 3 غلطات اغلب الناس بتعملها وما تعرفش ان ده غلط. اول غلطه منهم وهي انك لما تتجرح والجرح يبقى عمال ينزل دم ما ينفعش تروح توقف النزيف ده بالبن. انا عارف ان البن بيوقف الدم وكل حاجه، بس ما ينفعش. الاحسن ان انت باي شاش او باي حاجه نظيفه توقف بيها النزيف لحد ما توصل للطوارئ. لان ببساطه جدا البن لما بتحطه على الجرح هو بيوقف النزيف، بس هو بيلوث الجرح. تاني غلطه لما تشوف حد قدامك مغمى عليه، حتى لو انت مش عارف تتدخل او مش عايز تتدخل، بس على الاقل لو لقيت حد بيشرب الشخص اللي مغمى عليه ده ميه، تروح وتفهمه ان ما ينفعش يشربه ميه وهو مغمى عليه. وده غلط، لانك لما بتيجي تشربه ميه وهو مغمى عليه فهو ممكن يشرق، لانه اكيد مش هيعرف يبلع الميه، وممكن لا قدر الله المجرى التنفسي يتقفل ويموت. تالت حاجة والحاجة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي انك لما تتحرق ما ينفعش تروح تحط تلج على الحرق، لان التلج ده هو بيحسسك في ساعتها ان انت الحرق ما بقاش بيوجعك وبتحس ان الدنيا لمت، بس ده غلط، لان التلج لما بيتحط على الحرق هو بيكسر الخلايا اللي باقيه وبيموتها.